سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الامور ديالكم تكون بخير وعلى خير. نهار جديد وفيديو جديد. الا كنتوا اول مره غتزوروا القناه ما تنساوش الضغط على زر ابوني وكذلك تفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه طبيعيه سحريه لصباغه الشعر باللون الاحمر الاكاجو اللي كتعطيكم واحد النتيجه اللي هي زوينه، واحد الشعر اللون اللي هو زوين. صدقوني البنات، الا جربتوها غتبقى المعتمده عندكم، خصوصا اللي فيهم الشيب. راها كتضرك الشيب البنات وكتعطيكم نتيجه من اول استعمال، وكتقوي لكم الزغبه ديالكم والشعر ديالكم حتى هو كيتكاتف، وكتعطي واحد اللمعان، واحد الاشراقه للشعر ديالكم. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو. ولا كنتو اول مره غتزوروا القناه ما تنساوش الضغط على زر ابوني وكذلك تفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. وما تنساوش البنات بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش تعم فائده للجميع. ندوز الاول الوصفه البنات. بالنسبه لهاد المكونات البنات راه كنستعملوا معكم بزاف، اللي هو العكر الفاسي دم الغزال. العكار الفاسي دم الغزال انا غنوريكم الشكل ديالو من الداخل البنات. راه دائما كنستعملو في الوصفات ديال الشعر، خصوصا الشعر الاحمر. وقرعه واحده البنات راه كدير لكم لمده اللي هي طويله. غادي ندوز المكونات. غادي نحتاجو واحد الزلافه اللي غادي نحتاجو فيها الحنه. الحنه البنات اللي كتكون ديال الشعر. كتمشيو عند العطار كتقول ليه عطيني 2 درهم ولا 3 دراهم ديال الحنه، راه كيعطيكم فيها الخير والبركه. غادي نستعملوا الحنه شحال الماء على حساب الطول ديال الشعر ديالكم. انا تقريبا غادي ندير 2 معالق ديال الحنه اللي كيكونوا كبار ممتلئين. الشعر ديالي غير قصير، يعني اللي الشعر ديالو كثير وبغى يضاعف الكميه، واللي شعره قوي كيضاعف الكميه، اللي بغى يديرها مع الوالده ديالو ولا يديرها مع البنيه ديالو يعني كتضاعفوا الكميه. غادي نحتاجو العكر الفاسي دم الغزاله البنات. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو البنات، غنجيب لكم واحد المكون اللي هو زوين، هو السر اللي كيعطيكم هاد اللمعان. بالنسبه لهاد العكر الفاسي البنات، هما نتوما كتشوفوا فيه واحد البريو. ها هو دائما البنات هاد العكر الفاسي باش تعرفوه الاصلي كيكون كيعطيكم هاد البريو. غادي نوريك حيت الكاميرا ما عطاتش حقه في التصوير، كتبقى تحرك لي الكاميرا. نتوما كما كتشوفوا واحد البريو، كتقول لي عطيني العكر الفاسي دم الغزال. هذا هو اللي كيكون الاصلي البنات. حتى الثمن ديالو راه مناسب، غير 7 دراهم باش كناخذ هذه القريعه. انا غادي نحل هذه. ها هو كما كتشوفوا البنات، ها هو كتشوفوا هذا البريو ديالو. انا ما كنستعملش هذه القرعه دابا، تقريبا استعملتها هذه الثانيه في المرات اللي كنستعملها، يعني كدير لكم مده اللي هي طويله، يعني ما كنستعملوش بزاف، كنديروا غير ربع ديال القرعه. ها هي كما كتشوفوا استعملت هذا الشيء. وغادي نحتاج البنات الكركديه. الكركديه راه بالنسبه للاخوات المصريات راه متوفر عندكم، اللي كيقول لي ما كنفهموش اللهجه المصريه. الكركديه هذا كان هو السر اللي كيعطينا هذاك اللون وهذاك الحموريه اللي كتكون مغموقه البنات. غنحتاجو الكركديه اللي كنكون قبل رقدته في الماء ديالي. غادي نحتاجو منه تقريبا حتى هو 2 معالق كيكونوا مملوئين ديال الكركديه اللي غادي نضيف عليه الماء. وغادي نحتاج كذلك كنحتاج القشور ديال الرمان. الكركديه وقشور ديال الرمان اللي غادي نرقدهم في الماء ديال الماء اللي كيكون طايب والماء الساخن مزيان حتى كيطلقوا ليا ديك الفوائد ديالهم وداك اللون ديالهم. هذا كنضيفو على الحنه. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا الكركديه مجرد كنضيف عليه الماء سخون كيطلق ليا اللون او الحموريه ديالو. يعني نتوما كتمكن لكم تضيفوا ديروه على تقريبا واحد الساعه، ترقدوه ساعه ساعتين قبل ما ديروا هذه الوصفه. كترقدوه وتخليه ويطلق لكم مزيان ديك الفوائد ديالو. راه حتى هي زوينه البنات كما كتشوفوا. وحتى داك هاد القشور ديال الرمان حتى هما راه كيرطابوا وكيطلقوا لنا داك اللون ديالهم كما كتشوفوا. ها هو بدا كيطلق لنا داك الحموريه ديال الرمان. اللي ما عندوش قشور الرمان يعني يمكن لكم تعوضوا قشور الرمان، تعوضوها بالسواك او السواك، يمكن لكم تعوضوها. بالنسبه لهاد القشور ديال الرمان، انا وقت اللي كيكون الرمان كناخذو كنكرمو وكنخليوه عندي، يعني الوقت اللي كنبغي نستعملو كنلقاه موجود، يعني ما كيطرى ليه حتى شي حاجه، ما كيغمن، ما كيطرى ليه حتى شي حاجه، وكيبقى لكم اكثر من سنه يعني كيبقى مزيان. كما كتشوفوا هاد القشور ديال الرمان تقريبا عندي 3 سنوات، يعني كنرقد واحد الكميه وكنخليها واحد الكفيفه وكنخليه عندي في الدار، ما كيطرى ليه حتى شي حاجه البنات. ها هو باقي على الشكل ديالو. هما كما كتشوفوا. دابا البنات غادي ناخذوا غادي تصفي هاد الكركديل وغادي نضيفو على الحنه تدريجيا. ها هي ما كان هو
كنقويش الماء بزاف باش يبقى لي داك الخليط متكاتف. وغادي نضيف عليه داك القشور ديال الرمان حتى هوايا، ها هو كما كتشوفوا. نتوما كتبقاو تخلطوا كديروا على حساب الشعر ديالكم، يعني الكميه على حساب الشعر ديالكم. ها هي كما كتشوفوا حتى اللون البنات كيطلق. ها هي كنخلط مزيان البنات، وكنخلي تقريبا واحد نص ساعه حتى كيتخلطوا هاد المكونات. من بعد البنات كناخذوا كما شفتوا كنخليوه يطلق تقريبا نص ساعه كما قلت لكم نخليوه. ومن بعد كنحلوا الشعر ديالنا وكنضيفوا على الشعر تقريبا ساعتين 3 سوايع نباتوا به، يعني ما عنده حتى شي ضرر. يعني الوقت اللي بغيتو، الا كان الجو سخون يمكن لكم تباتوا به، بغيتو ديروه فوق ديال الحمام، تبغوا ديروا الدوش وقت اللي بغيتو كتستعملوه للشعر ديالكم المده اللي بغيتو. راه بنات صدقوني كيعطي واحد النتيجه اللي هي زوينه 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 بزاف، وخصوصا اللي كيتساقط لهم الشعر ديالهم. اللي كيتساقط لهم الشعر راه كيقوي الزغبه وكيمنع داك التساقط. راه كما كنعرفوا على الكركديه عنده واحد الفوائد زوينه للشعر ديالنا. قشور الرمان حتى هو عنده فوائد زوينه للشعر ديالنا. الحنه يعني مكونات اللي هما طبيعيا خلاص العكر الفاسي راه حتى هو عنده فوائد اللي هي زوينه للشعر ديالنا. يعني مكونات اللي هما بساطه البنات وكيعطيو واحد اللون للشعر ديالنا، خصوصا الامهات اللي عندهم الشيب في الشعر وحتى البنات اللي عندهم الشيب في الشعر ديالهم. هاد الوصفه كتحيد الشيب البنات، يعني ما كتخليش وكتقلو البنات. راه الكركديه راه عنده فوائد زوينه للشيب ديالنا. ها نتوما البنات كما كتشوفوا راه حدو هو يترقد، هو كيطلق اللون ديالو زوين. صافي البنات من بعد كنغسلوا الشعر ديالنا عادي 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 بزاف البنات، وغتشوفوا هذاك اللمعان وهذيك الاشراقه الشعر ديالكم وهذاك الطول ديال الشعر ينقص داك التساقط وداك الشعر كيقوى لينا. نتمنى منكم تجربوا هذه الوصفه ديال اليوم. ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء، وما تنساوش يا البنات لايك تحت الفيديو تحفيز وتشجيع ليا البنات، وكذلك تخليوا لي التعليق تحت الفيديو باش دائما نحفزكم بالجديد. وشكرا لكم كذلك على المتابعه حتى الاخير، وفي فيديو جديد ان شاء الله. يلا البنات ضروري ما تجربوا هاد الوصفه، راها زوينه سحريه طبيعيه البنات. الكركديه البنات، الكركديه اللي عنده واحد الفوائد زوينه للوجه ديالكم، البشره، الجسم ديالكم البنات. صدقوني الا جربتوا هاد الوصفه راه غتبقى المعتمده عندكم، يعني غتبقاو دائما تستعملوها البشره ديالكم الوجه ديالكم. راه هي عندها واحد الفوائد زوينه 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 بزاف البنات. ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسوش تبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء باش تعود فائده للجميع، ونتمنى لكم فرجه ممتعه.